السلام عليكم. معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة عملنا الفراخ الكنتاكي بمنتهى الجمال والروعة، قرمشة لا تقاوم، طعم وريحة تحفة. طبعا انتوا عارفين ان احنا مقاطعة، فمش هنجيب فراخ من كنتاكي، فليه ما نعملهاش في البيت وتبقى احلى كمان من اللي احنا بنجيبها من بره. والله يا جماعة كانت تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. بصوا بقى الفراخ من جوه عاملة ازاي، بيضة، مش زي بقى اللي بتجيبها من بره بيبقى العظم بتاعها اسود واللحم بتاعها مش حلو مليانة زيت. لا دي والله تحفة. بصوا اللحم بتاعها من جوه ابيض وجميلة جدا. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. الفيديو دون هيوفر عليكي كتير قوي، مبالغ كبيرة جدا هتدفعيها بره. احنا دلوقتي معانا فرخة، عبارة عن فرخة طبعا بيضة 1.5 كيلو او 1.6 كيلو على اكثر تقدير، يعني ده ما تبقاش اكتر من كده علشان تستوي من جوه. خلاص هاخدها بقى واغسلها كويس جدا، طبعا لازم تكون بايته في الفريزر ليله على الاقل. خلاص هاخدها كويس، اغسلها كويس جدا، وبعد كده همسكها كده انشفها من جوه ومن بره، وابتدي بقى اقطعها. انا دلوقتي بقطع الجناحات الاول، بتقطعيها كده من منبع الصدر من جوه كده اهوت علشان تتقطع معاكي بكل سهوله، بيبقى طالع منها حته كده صغيره من الصدر. خلاص وبعد كده بقسم الفرخه كده نصين. هاخد الاول الفخاد من النص كده اهوت وهقطعها، اطلع يعني كل فخذ لوحده. خلاص طبعا الحته اللي في النص اللي هي بتبقى سلسله الظهر دي ممكن تستغني عنها، اللي هي السلسله اللي تبقى موجوده عند الفخذ كده من تحت، ممكن تستغني عنها. طبعا اي حاجه هنطلعها من الفرخه مش هتترمي، انت ممكن تشيليهم بقى في الفريزر، الرقبه مع القطعه دي اللي هي سلسله الظهر اللي في الصدر من ورا واللي في الفخذ، ونعمل بيها، نسلقها يعني ونعمل بيها شوربه، هتبقى جميله جدا. خلاص والقطعه كمان اللي بشيلها دي من الفرخه نضفيها بقى كويس جدا من الدهون اهو. كمان هشيل بقى القطعه دي اهي زي ما انتم شايفين كده، ودي بعد كده ممكن نعمل منها شوربه جميله جدا. خلاص وهاخد الفخذ كده اهو اقطعه جزئين، الدبوسه لوحدها والفخذ من فوق لوحده، وهاجي كده في الفخذ من جوه من اللحم كده، وهعمل فتحه زي ما حضراتكم كده شايفيني بالظبط. وهاخد بقى الصدر هقطعه على 3 اجزاء، هاخد الجزء كده اللي فيه القرقوشه من تحت دوت هقطعه لوحده اهو زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. وبعد كده هشيل سلسله الظهر اللي هي موجوده من الرقبه لغايه الصدر، هشيلها كده بالطريقه ديت. وزي ما قلت لكم مفيش حاجه هتترمي، احنا بنستخدم كل حاجه. خلاص وهمسك كده هو بقيه الصدر واقسمه نصين، حافظي على الجلد علشان دون اللي بيبقى التتبيله بتمسك فيه، اللي احنا بنحطها للفراخ يعني التتبيله بتمسك فيه وبيديله قرمشه حلوه قوي اهو. خلاص انا كده بقى قطعت الفرخه كام قطعه، تقريبا 9 قطع اهو. بصوا الصدر 3 قطع والجناحين والفخاد 4 قطع. خلاص عندي هنا بقى توم باودر، بصل باودر، وبابريكا وملح وفلفل. خلاص معلقة كده صغيرة من كل نوع، هحط عليها شوية ملح، هحط عليها شوية خل صغيرين وشوية زيت، معلقتين 3 زيت. خلاص وهقلبهم كده كويس جدا، دي التتبيلة الداخلية الجوانية يعني. هاخد بقى الفراخ بتاعتي كده اهوت واغلفها بالتتبيلة ديت كويس قوي، غلفيها بقى كويس قوي 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 بالتتبيلة ديت عشان تدي للفرخة طعم من جوه. خلاص وهغطيها كده واحطها في التلاجة من نص ساعة لساعة. خلاص معايا بقى كيلو دقيق يا جماعة، كيلو دقيق، ومعايا باكو بيكنج باودر، ومعايا التوابل اللي هقولكوا عليها دي بالظبط، معلقة كبيرة من كل نوع، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ، وهحط كمان معلقة كبيرة ملح، وهحط معلقة صغيرة كركم،
وهحط معلقة كبيرة او معلقة ونص من المكون اللي هقولكوا عليه دون، بيخلي الفراخ كنتاكي اصلي، اللي هو البقدونس الحصى الناشف، بنجيبه من العطار بنطحنه في البيت وبنحطه على كل الخليط دون بتاع الدقيق. وبحط كمان نص كوباية نشا، بحط نص كوباية نشا على الدقيق. طبعا الدقيق ده يا جماعة كيلو بحاله، انا مش هستخدمه طبعا كله مرة واحدة، انا اللي هيتبقى منه هشيله في كيس واحطه في التلاجة استعمله وقت ما احب، وتبقى الموضوع هيبقى سهل عليا جدا لو حبيت اعمل فراخ كنتاكي في اي وقت. خلاص الفراخ اتبلت في التلاجة، بعد ساعة جبتها كده هون ومعايا مية ساقعة متلجة حاطة فيها هي من كرات تلج زي ما انتوا شايفين. هحطها كده اشيلها من التتبيلة، احطها في الدقيق، ابدرها بالدقيق زي ما حضراتكم كده ايه شايفين، بقلبها كده كذا كذا تقريبا لغاية اما تتبدر كلها بالدقيق. واخدها كده على طول على المية الساقعة، اغطسها في المية الساقعة وارجعها الدقيق تاني. طبعا لو انتوا عايزين الطبقة الخارجية دي طبقة مقرمشة قوي اللي هي الهارد، برجعها مرتين للمية الساقعة. لو عايزينها طبقة كده خفيفة زي ما بتجيبيها من بره بتبقى مرة واحدة. بصوا بقى دي الطريقة اللي بيعملوا بيها بره، بس بتبقى في مكن. بتاخدي كده هون الفراخ وبتقلبيها بالطريقة دي، ايدك ما تلمس الفراخ، ايدك بس بتلمس الدقيق وبتقلبيها كده من فوق لتحت، بتقلبيها بالدقيق من فوق لتحت تقريبا كده قد 10 مرات، يعني عديهم كده وانت بتعملي قد 10 مرات. اهو بص بقى انا عندي الولاد كانوا عايزينها الطبقة دي سميكة وناشفة، فانا رجعتها المية الساقعة مرة تانية زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. هرجعها تاني بقى لايه الدقيق. وبصوا بقى انا بص ايدي ما بتلمس الفراخ، انا ايدي بس كلها في قلب الدقيق، وبعمل الحركة الدائرية ديت علشان كلها تتغلف بالدقيق ويبقى كده عامل الشكل المكرمش اللي انت بتجيبيه من بره. انا مهم قوي ان انا اوصل للدرجة اللي احنا بنجيب بيها الاكل من بره عشان الولاد يشوفوها مش طعم بس، ويشوفوها بنفس الشكل كمان. هنشيلها بقى من الدقيق، وطبعا لازم انفضها كويس من الدقيق برضو علشان تاخد الشكل المكرمش اللي احنا بنشوفه بره. نفضيها بقى كده كويس، وبعد كده ايه حطيها كده وانا على جنب. وهعمل بقية الفرخة، هعملها تاني قدامكم علشان تعرفوا احنا بنعملها ازاي. اهي هرجعها بقى هون، اخدتها برضو من التتبيلة حطيتها في الدقيق، وبعد كده من الدقيق حطيتها في المية الساقعة وابتديت اقلبها بالتقليبة الدائرية دي اللي حضراتكم شايفينها. ودي طبعا بدل المكن اللي بيعملوا بيه بره في المطاعم. اهو هرجعها برضو المية الساقعة مرة تانية، وبعد كده هحطها في الدقيق. خلاص طبعا بالطريقة دي انت ممكن تحطيها تاني في التلاجة مثلا نص ساعة، بس انا هقلي على طول مفيش عندي اي مشكلة. عايزة تقليها على طول ماشي، عايزة تقعديها في التلاجة كمان شوية وقت ما تحبي تعمليها وهي سخنة، بس تحضريها من الاول عشان يبقى الطريقة سهلة عليكي وبسيطة، ويبقى مفاضلش غير انك تحمريها في الزيت وبس. خلاص هنشيل بقى الكمية كلها كده هون ونحطها في صينية كده اهو لوحدهم مع بعض يعني كلهم، وهنبتدي بقى نقلي على الزيت. طبعا لازم يتقلي في زيت غزير، هحط كده كمية محترمة من الزيت، واول ما الزيت يسخن لازم يكون الزيت سخن، هروح نازلة كده بالفراخ بتاعتي. طبعا انا هنا ما عنديش قلاية، انا بعمل في الطاسة العادية فطبعا بعمل ايه بقى علشان الزيت يوصل لكل الفراخ، بشيل كده بالمعلقة الزيت السخن وبغطي بيه الوش بتاع الفراخ من فوق علشان الفراخ ما تفصلش القشرة من بعضها وتبقى واخدة الشكل واللون اللي انا بجيبه من بره. خلاص وهبتدي بقى ايه اقلبها بقى، اول ما تاخد التشميعة دي من تحت هقلبها كده تقليبة خفيفة. طبعا
لازم اخليها على نار وسط، ما تبقاش على نار عالية قوي عشان ما تاخدش شكل من بره ولون، ومن جوه تبقى نية. هتاخد كده تقريبا 10 دقايق على النار، ان انا بقلب فيها كده هون بس بحرص علشان الطبقة ما تطلعش من مكانها. وبجيب خلة اول ما بلاقيها بقى خدت اللون الحلو اللي حضراتكم كده شايفينه، قبل ما اشيلها من الطاسة بجيب خلة كده وبروح غرزاها في قلب في قلب الفراخ، وبطلع الخلة. لو لقيت الخلة طالعة نظيفة جدا من غير اي دم او طلعت مكانها كده زي سائل، اعرفي ان الفراخ استوت وبقت زي الفل. على طول هنطلعها ونحط الباقي اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. هبتدي اعمل بقى، هجيب المعلقة اهو، هجيب المعلقة وهبتدي كده اشيل من الزيت. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، تحفة اهو. بصوا علشان اوام احافظ على الطبقة طبقة التتبيلة اللي بالدقيق دي البرانية ما تفصلش من الفراخ ابدا. خلاص، وبعد ما استوت هنطلعها كده على ورقة مناديل. بالطريقة دي هتفضل الفراخ معاكي مقرمشة ان شاء الله لتاني يوم، علشان انا حطيت لها التتبيلة مرتين الدقيق ده لو عايزاها يعني تستمر معاكي مقرمشة لغاية تاني يوم. لو هتاكليها في نفس الوقت ممكن تعمليها مرة واحدة، تتبليها مرة واحدة بالدقيق. لكن انا عشان كنت عاملة كمية مانيش ضامنة هتخلص كلها ولا لأ، والولاد بيحبوها مقرمشة فعملت كده، حطيتها مرتين في الدقيق اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، والله العظيم كانت تحفة. وعمرنا ما هنشتري كنتاكي تاني من بره ابدا. وبألف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، ودعمونا بالاشتراك والكومنت. هكون سعيدة جدا 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 لو سمعت تعليقاتكم وقريت تعليقاتكم على الصفحة. وبألف هنا وشفا مقدما. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، طبعا مع العيش الفينو مع مثلا كاتشب هتبقى تحفة. السلام عليكم.